السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هعمل لكم فيديو عن الارانب، الانتاج الارانب يعني الصغيره. النهارده اليوم 20 ولسه ما طلعوش من الولاده بتاعتهم. احنا هنعمل ايه معاهم؟ بس قبل ما نتكلم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بالله عليكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تساعدوني ان القناة تكبر ونبدأ الفيديو ان شاء الله. احنا دلوقتي الارنبة اهي. الارنبة انا اللي مطلعه الارنب اللي معاها ده. انا اللي طلعته، قفلت باب الولادة، والارانب الصغيره دي ما طلعتش خالص من الولاده. طبعا انا النهارده اليوم 20، فانا عايزاهم يبداوا ياكلوا في العلف مع الام ويتعودوا على العلف. فانا قفلت باب الولاده وهطلعهم احطهم مع الام جوه، يعني يوم ولا حاجه، وافتح بقى باب الولاده يبقى بيطلعوا بيدخلوا، بس يتعودوا على ان هم يكونوا في السلاكه من بره. فاحنا دلوقتي فتحنا الباب، هننقلهم واحده واحده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهو بسم الله ما شاء الله، حلوين خالص ما شاء الله عليهم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا اهو، هناخد التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هما مش واخدين طبعا اللي واقفه في السلاكه. هنطلع اللي بعده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شقي هو بيتعفرط، امه اتعفرطت عشان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يلا ناخد اللي فاضل اهو. هي معاها 5 عشان هي يوم ما ولدت كان يوم حار وكانت خلفتها كبيرة كمان، نص الخلفة ماتت عشان الخلفة كبيرة خالص، اتزنقت فيها، مات نص الخلفة. والحمد لله ان فضل لنا 5 منهم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ماتوا يوم الولادة اصلا، يعني ما شفتهمش حيين اساسا. انا طلعت لقيتهم هم نازلين ميتين كده. احنا نقلنا الخلفة اهي. هنسيب بقى باب الولادة مقفول كده، وهنسيبه النهاردة كله طول اليوم، ونيجي بالليل نفتحه علشان هما يبقوا بيدخلوا بيطلعوا. بس عايزين يدخلوا الولادة ازاي؟ هما بقالهم كده 20 يوم بالظبط، فطبعا لازم يطلعوا. انا رحت عند الارنبة التانية، عيالها عندهم 15 يوم، ولقيت واحد منهم طالع فدخلته تاني عشان مش عايزاهم يطلعوا بدري كده. بس دول 20 يوم طبعا لازم يطلعوا عشان يتعودوا على العلف، عشان لما يتفطموا يبقوا هما بياكلوا في العلف. بصوا بقى، دخل في العلف وبياكل اهو. شايفين يعني انا كويس ان انا عملت كده ان شاء الله ربنا يبارك فيهم. وانصحكم ان انتوا تعملوا كده لو انتوا عندكم ارانب ما بتطلعش من الولاده وعدى عليها الوقت ده. فانصحكم ان انتوا تطلعوها من الولاده عشان تتعود على العلف. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.